السلام عليكم احبائي الراحمون، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم وعلى احبائكم ومن تحبون ومن تعزون بالصحه والسلامه، وباش كتمناو ان شاء الله كل من عنده حاجه ربي يقضي حاجته وحاجتنا وحاجة كل محتاج. ايوا، كاين شي ذبيحه، شي دواره، شي مصيرنا، شي انا كانت عندي النيه حقيقه والله يشهد. تخيلوا يا الصحيبات، انا شريت الكردة قبل من العيد ب20 يوم. والله راه شافوها شي وحدين وقال لك ويلي انتي يا باقي العيد شحال وانتي باديه بالكردة والشوايه وهذا. ساعه بدينا بالكردة وبالشوايه وشريت الجنويه قدها قداش. قدها قداش واحد الجنويه. الا جات تخلع والخطيبات، زعما قلت خليني نشري في الرخاء نبدا هذا. ايوا ساعه ما خديناش. علاش؟ والله يشهد. الا عرفتي انا بالعكس، هاد المناسبات وان كان القلب يعني ينزف دما خاصني ندوزها وخاصني نحتفل بها لوليداتي، لانه هذا الشيء ما نستهنوش به. عن عيد الاضحى، هي سنه لمن استطاع. ولكن اي مناسبه خاصكم تحتفلوا بها، ما تقولوش عادي وهذا، لا، راها ذكريات لوليداتكم. صدقوني ذكريات لا تقدر بثمن. ما تستهنوش بها وتقولوا لا حقا ما عنديش وحقا زايده وحقا هذا، لا، راه تتبقى هنا. وداك الاطفال ملي تيكبروا كيوليو شباب راه كيبقاو يرجعوا للور وكيتلذذوا بديك الذكريات اللي خلينا لهم. فهي اشياء والله لا تقدر بثمن. اغتنموا الفرص وما تستهنوش ببعض اللحظات، لان فعلا فعلا تعني لاطفالنا الكثير. ما عليناش. فالمهم هي هذيك سبقت داكشي، قلت ندي فرخه. بقى لحولي قلت انا غنخليه حتى النهار هكا، نهار ولا يومين باش منا يلعبوا معاه. نقدر انا ما نذبحش نهار العيد، نذبح ثاني عيد، لانه راه 3 ايام تجوز الاضحيه. بعدا يرخص يطيح السوق، حيت انا كنشوف في اليوتيوب وهذا وشفت السوق كيف داير، وعطي واحد الزحامات. كون دخلت لتما كون راه فترسوني انا ووليداتي. انا عمرني زعما ما اختبرت هذه التجربه ومشيت سوق صراحه انا في هذه المسائل ما عمرني عشتها باش نكون يعني محربيه. ما عشت هذه المواقف. آه، بحكم راكم عارفين. ما كاين لا والدين اللي غادي يديوك للسوق اللي غادي هذا تحس معاهم الاجواء. عشنا يتامى كيف قلت لكم. كانت ديك الاخت كتصيفط لها الوالده ولا الجيران ولا هذا، وكتمشي هي عزيز عليها تمشي، ما تدي معاها حد، ما فهمتيني، هي هكا كيعجبها غير هي راسها وصافي. فانا عمرني ما عشت هذا الاحساس، عمرني ما شفت ما اختبرت بحال دابا هكا العيد الاضحيه كيف. راه ما عرفتش منين نبدا حقيقه. المهم ما عليناش، ماشي هذا هو بيت القصيد. الفكره في الاضحيه باش ما نبقاوش ندخلوا نخرجوا في الهضره. الفكره في الاضحيه هي ديك الاجواء. اما اللحم راه واخا تكون على قد حالك ضروري خاصك تصدق منه. للمحتاج ولا الفقير ولا السائل. ضروري هذاك هي الفكرة ديالو، هو قربان لله، هو هدية لله سبحانه وتعالى. الفكرة ليست لحم. كناكلو غير بعض الاشياء اللي هي بسيطة والحمد لله الكرش تشبع. ما كتقولكش الكرش ها شنو كليت وها شنو ما كليتش. هذيك اللحيمة راه خاصك تصدق بواحد الجزء للناس، راه صدقة عليك وعلى الصحيحة ديالك وعلى الابنائك. هذا يعني الصدقات، يعني راها تميط بزاف ديال الاذى عنك، وان كنت زعما لا تحس، فهي فعلا بعض المرات كينزل اللطف ديال الله سبحانه وتعالى في ديك الصدقه اللي تصدقتي بها. فضروري وان كانت ديك الاضحيه صغيره، انا عن نفسي كون كنت ذبحت والله يشهد ياك انا في امس الحاجه ونخرج ونتصدق بجزء كبير منها. ما عليناش. خليت تقرب العيد،
مشيت كنسول تلقى 50 58. واحد قلت له بغيت غير شي بحيحة صغير قال لي ب 58. قلت له اصغر واحد قال لي 58. قال لي ابتداء من 58. قلت خليني تمشي النهار التالي. قلت مشيت جيت مرجان قلت خليني نشوف هذوك اللي بالكيلو بالوزن، لقيتهم تسالى وقال لي كلهم تباعوا كلشي تسالى. بغيت غير نشوف الاسعار وهذا. صافي هي هذيك عاوتاني بقيت كنسول. داكشي فعلا هذا واللي زيرني انا هو هذيك الثلاجه اللي خديت. راكم عارفين مع الصهد ومع هادشي. كانت واحد المتتبعه جزاها الله عنا خير الجزاء، كانت زعما عاوناتني بواحد 2500 درهم وقالت لي عطيها وزعما في الثلاجه والباقي غير تسلفيه حتى نزيدك. صافي. قالت لي خدي ديك الثلاجه ما تاخديش شي ثلاجه اللي هذا واخا تكون صغيره. انا كنت باغا ناخذ غير ديك الصغار عرفتوهم اللي كيكونوا في لوطيلات في لي زوطيل تيكونوا ب 2500. غير المهم ديري فيها الماء، ديري فيها دانون، ديري فيها مريقه لبقات، ديري فيها هي ستيتوا. صافي قالت لي لا، قالت لي خدي شي وحده صغيره ولكن تكون ال جي ولا سامسونج واخا تكون صغيره باش ما تستهلكش الضو بزاف وتكون فيها الفريغو تحطي فيها داكشي اللي هذا. جيت انا المهم مشيت لقيت وحده دايرين عليها عرض ديال ال جي صغيره. دابا نصورها لكم، هي عندي ب 110 108 الف ريال. 5500 درهم. قول 5400 وشي 99. قول هي هذيك 5500 راه باقي عندي الروس. جيت انا وريتها لها قالت لي عادي خديها نعطيك انا صيفط لك 2500 ولا بقات شي حاجه حتى الشهر المقبل غير كمليها. جيت انا قلت خليها هاد الفليسات اللي عندي خليني ناخذها. راكم عارفين ضروري يكون عندك شي صريف. انا راني ما خدامه ولا مقابله وليدي تنوكلهم وكنشربهم وعندي غاديه جايه الوراق. انا مقابله المحكمه، انا مقابله هنا. راكم عارفين اللي كاين ضروري خاص باش غنوكل ولادي ونشربهم وخاصك شي حاجه باش تكون تحت منك على حساب الطبيب الا مرض الولد ولا وقعت شي حاجه لا قدر الله. راكم عارفين. صافي. صافي هي ربما الله يحسن العوان كل واحد الظروف ديالو. صافي ما ولاش صيفطات لي. صافي انا هذيك الثلاجه اللي دفعت فيها هذاك كملت فيها هذيك 60000 ريال 50000 ريال ديالها 60000 ريال اللي كانت عندي هي اللي زيراتني شويه. ولكن معليش انا ربحت الثلاجه يعني كوميم. وهي جزاها الله الانسان الا عاونك راه تعاونك قدر المستطاع. ربما هي قالت لي ولكن ربما الظروف ديالها لم تسعفها. راه زعما انسانه طيبه جزاها الله يعني وقفت معنا. وانا ماشي من النوع اللي كان نركض ورا الناس ولا نتطفل عليهم. لا وحدي. انا هادو الناس اللي كراو لي راهم ساكنين تما وكنت كندور الدوره باش ما يسحبهمش. انا اللي سكنت حداهم ولا كراو لي حداهم غنبقى ندق عليهم ونتطفل عليهم وهذا. صافي واحد الانسان ساعدك وقف معاك بوان فينال ما خاصش تطفلوا على الناس. صافي هادشي اللي كاين. وراه الحمد لله نفسنا عزيزه. غير المهم الظروف هذه هي الحياه. كنحتاجوا بعضياتنا كنوقفوا مع بعضياتنا وربي هو اللي كيسخر الناس للناس. فهاد الثلاجه هذه قلت لكم الصاحبات راه هي اللي زيراتني. ما عليناش. صافي بقيت كنفكر مع الكرا اللي عطيت لهذا 3 شهور عاوتاني حتى هي ضغطاتني ديك 3 شهور. دابا عرفي واش انا عندي الدويره ديالي وجالسه كنجلوق في الكرا من دار لدار. واش هادشي ما زايدش في وليداتي؟ زايد في تعليمهم، زايد في الصحه، زايد في المستشفيات، زايد في انني هما يعيدوا كي الناس هما هادو ما عيدوش. وعرفتي جاتني واحد القهره وجاتني واحد البكيه. اش غادي نقول لكم؟ البارح داز زعما الله وحده يعلم. ومنها انتم شفتوا هند المقاجيه كما قلتها ولا زلت اقولها. انا يتيمه الاحياء ولا اعترف بحاجه سميتها العائله. اصلا العائله هو اسم. المعنى ديال العائله من عال يعول. عائل يعول الذي يساعد الذي يكون سند عضد تجده وقت الشده. ماشي العائله اللي تلقاها تمنالك غير فوقاش طيح. ملي كتكون طايح في شي مصيبه عاد تيعيطولك بحال زعما يتلذذون. وقل للشامتين صبرا فان نوائب الدهر تدور. والخفايا والظواهر الانسان لا يعلمها الا رب الناس. واللي تشفى في شي حد ولا تيشمت في شي مصيبه شي حد
تدور الدائره، والسمطه كدور والبزيم راه تيقرنع. ف اللي سحابو راها دايما راه الدوام لله. احنا هنا في الدنيا وعندنا وليداتنا وعندنا صحتنا وعندنا باقي العطي يعطي، باقي كاع اللي دار شي حاجه في شي انسان واللي ادى شي طفل، وخاصه الطفل تيقول له واه سامحي ونساي. الطفل لا ينسى. تقدري دابا ديري لي شي حاجه نقدر ندوزها لك حيت انا راني كبيره واعيه وناضجه نقدر، ولكن باش اديني وانا طفل وانا لا حول لي ولا قوه، طفل يتيم، وتحتقرني وتهيني وتأذيني وبزاف د المصائب د الكوارث وديرها فيا وتجي تقول لي سامح. لا اسامح عندما اكون في موقف قوه وقادره على الدفاع عن نفسي، وقتها اعفو. العفو عند المقدره، وانا قادر، ولكن انا عفوت لوجه الله، ماشي وانا ضعيف طفل لا حول لي ولا قوه. تقول لي تتاديني وتكرفصوا عليه على عباد الله وتادوا عباد الله وتمتهنوا كرامه الناس وتدلوا الناس الله ياخذ فيكم الحق. راكم عارفين نفسكم، الله ياخذ فيكم الحق في هذه الايام المباركه. هو الشرح يطول بزاف ما يتقال، فانتم كتشوفوا. انا لا اتوقع حشي زعما شي حد غادي زعما من العائله تبقاو تسولوني العائله ما العائله، غير تسولونيش. وانا اللي انا دوك العائله اتصل ملي كنت تنقول لهم ديروا فيديو غير باش الناس زعما الصحافه كيقولوها لك، يقول عائلتك دير فيديو. تنقول انا ما عندي عائله، يقول لي غير خليهم يديروا غير شي فيديو بعدا يعرفوا والو. تبقايش في ديك البلاد الحرب والحاله وولدك مريض وانت مريضه وهذا تحد كلشي طفى التليفونات. وانا اصلا الله يطفي عليهم رحمه الله سبحانه وتعالى، الله لا يحوجنا لهم، الله مسخر لنا. هما حاسديني تاع على الوقفه الناس، حاسديني تاع على القناه اللي تنوصل فيها صوتي، كيتعاندوا معاك حتى في الشكوى. تا حنا اللي بغى يهضر يدير شي قناه يمشي يهضر تا هو، تبعونا حتى في الهم شكوى الله. صافي المهم هادشي اللي كاين باش يقولك العائله ما العائله. نتوما تتشوفوا، وهاد اللحظه قد كشفت لكم الكثير. الغرباء راهم عرضونا وقالوا لنا اجيو، وانا الحمد لله ما مرا اللي عندها الراجل ديالها هذا ما غاديش نمشي عندها. وراه السيده اللي كانت داتني معاها للدار راه عارفه هاد الهضره، داتني معاها للدار وقالت لي بلي راجلها ما عندهاش الراجل. ومني مشيت قالت لي راني قلت لك بالعاني غير باش تجي عندي، ومني عرفت عندها الراجل هزيت قلوعي ومشيت بحالاتي انا ووليداتي في نصاصه الليل. فشنو بغيت نقول لكم؟ الله هو السند، واللي عنده الله عنده كل شيء. لا نتوسم شيء من هذا التصيلة ولا نتوقع منهم إلا السوء. اللي آدوا أطفال ويعذبوا أطفال ويسحروا الأطفال ويتكرفسوا على أطفال ويعذبوا أطفال ويتبعوا أطفال، شو تتوقعي منهم؟ أنا دائما تنشكر لكم الجيران، تقول لكم حنا لقينا الجيران. شوف لي حد اللحظة عمرني ما نسيت الجيران، سواء في داك البيت اللي كان تحت الارض سواء في ديك الكارسونيه اللي كانت في السطح. الجيران ديالها تما والجيران ديال تما، انا بغيت لهم قصر في الجنه، انا بغيتهم عمرهم ما يشوفوا النهار الخايب. بغيت الله سبحانه وتعالى يعطيهم حسن الخاتمه، بغيت الله سبحانه وتعالى ينقي طريقهم من الشوك ويسر امورهم ويسترهم ستر الدنيا والاخره. كيف حنوا علينا وعطفوا علينا وطبطبوا علينا، بغيت الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل ديالهم شفيعا لهم في ديك الدار الباقيه. ربما البعض منهم راه انتقل الى تلك الدار الباقيه، او البعض منهم اصبح عجوزا وعندهم اولاد وعندهم احفاد. اتمنى هذيك المحنه وهذيك الرأفه وهذاك التعامل بغيت ربي سبحانه وتعالى يقفوا لهم. قد ننسى والله لا ينسى، معروف درناه ونسيناه. قد ننسى مكر وشر وخدع وخداع وخديعة درناها في واحد إنسان، والله لا ينسى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.
إيوا ونغيب ويبقى الأثر، ما نحن إلا ضيوف. أنا والله عن نفسي ما معمرة ليش القلب، والله يشهد. أنا اللي تيهمني غير هاد الوليدات والسعادة ديالهم. فعلا كان زعما حز في خاطري أنني ما خلقت لهمش هاد الأجواء، ولكن وعدا وعهدا على عاتقي سأعوضها لهم متى سنحت الفرصة. ان شاء الله نجيب خروف وندير لهم الاجواء ونخلق لهم الاجواء ان شاء الله باذن الله. ما كنبغيش نفوت بحال هذه المناسبات. 7 سنين في السودان صراحه عيد الاضحى ما هو اللي الوحيد اللي ما كنتش كنلقى فرصه نحتفل به، ولكن هنا تمنيت. كنت كنقولها لكم، كنقول لكم اكيد ومؤكد، ولكن الله يعلم النيه ديالي وما سمحتش الفرصة. وكذلك زعما راكم عارفين تابعيني، باقي متابعيني بزاف د الاشياء وبزاف ديال هذا، وراكم عارفين اللي كاين القناه ما تفعلاتش حتى هي اللي غادي تعاود لنا. نتمناو التضامن ديالكم، لايكات بزاف، بارطاج بزاف، اشتراك بزاف، شوفوا الفيديوهات بزاف غير باش نكملوا الساعات. احبائي الراحمون، رحمكم الله في الدنيا وفي الاخره. وقفوا معنا، راه اختكم هند تجيني لحظات آه، افكار شيطانيه، ولكن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. آه، على وجه هاد الوليدات والله. الأم، خاصة الأم، لا أنا لا أتحدث عن الوالدة، الأم. ما راه شنو ما كي ما الموت ما تيخلعهاش، اللي تيبقى فيها غير دوك الوليدات. هما ديك الوليدات كيتولاهم الله سبحانه وتعالى، كيف تولانا حنا حتى حنا عشنا ايتام وتولانا الله وحفظنا الله وحمانا الله. عياو بغاو يصيدونا وما تصيدوهم وحنا ما تصيدناش، الحمد لله. الله اللي عالم، الحمد لله، نقية طاهرة، عمر شي كائن ما وصل المبتغى ديالو بإذن الله وبجد الله. ليس زعما قدرة مني ولا لا ولا ذكاء ولا دهاء مني، وإنما هي قدرة الله ولطف الله الخفي كان ينزل دائما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والحمد لله حتى حاليا انا ما عنديش ديك النفس ديال وصافي ضاقت. انا اختي بغيت نشري حولي نمشي ندير شي كارثه ولا نمشي، راكم عارفين اللي كاين. على ولادي، شمن على ولادي؟ على ولادي نمشي نادا الله اللي خلق داك الوليدات قاد بيهم. على ولادي بالحلال، على ولادي نمشي نسعى بهم في الجوامع عادي، على ولادي وانا براسي مرفوع، ولكن ماشي على ولادي نمشي أغضب الله سبحانه وتعالى وأبارز الله. فعلا هو غفور رحيم، والله يسر علينا وعلى ولايانا. وإنما أنا هكا، أنا هذا هو اعتقادي. كل ما كبرت ونضجت كل ما زاد يقيني وزادت إيماني، الحمد لله. واللهم الثبات، نسأل الله الثبات لي ولكم أحبائي الراحمون. كتروا من لي لايك، بارطاج، اشتراك. يا ربي يفتح لينا مصدر رزق في هذه القناة إن شاء الله. ايوا ونكملوا المسير. يقراو هاد الوليد دابا بور كبيره كيتسنى فوقاش نطيح، تيقول صافي راه قربات غادي تستسلم وغادي تهذا. لا، لا تراجع ولا استسلام باذن الله وبجهود. ثم دائما غنقول لكم واحد النقطه، ملي نقولوا الله لا نلحقه بوا، ثم الله، ثم ماشي الله هو، الله ثم فقط. هذه غير التوضيح. بعض الناس يقولوا انا عندي الله وانتم، لا، انا الله ثم انتم. احبائي الراحمون، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ستركم الله بستره، ستر الدنيا والآخرة، وحفظ أبناءكم وأبلغكم الله فيهم متمنياتكم، وجعلهم الله من الصالحين الطائعين الذاكرين الشاكرين لفروجهم حافظين. في أمان الله.